البشرة زجاجية يا جماعة وبتلمع ومترطبة وجميلة جدا. انا جالي اوردر كوري، تعالوا اوريكم الاوردر الكوري اللي عملته وجاي من كوريا. انا بجد متحمسة فوق ما تتخيلوا، لان المنتجات دي مشهورة ومعروفة، والمنتجات دي ناس كتير بيتشكروا فيها وبيقولوا ان هي قد ايه حلوة للبشرة. انا اوريدي فتحت واوريدي حطيت اصلا لبشرتي من كتر ما انا كنت بجد متحمسة اول ما جات لي، والاوردر جالي بسرعه قوي. انا اصلا ما كنتش متخيله، لان انا لما اطلب حاجه من كوريا ان هي تجيلي بسرعه. الاوردر جالي بسرعه قوي. البيجي اللي انا طلبت منها الاوردر ذوق فوق ما تتخيلوا. بالمناسبه البيجي اسمها هانا سكين كير، ده المفروض ان هي بتيجي هنا متدبسه. طبعا انا قلت لكم انا فتحت وجربت، فهو بيبقى جاي متدبس وهنا تفاصيل الاوردر وكده. انا متحمسه موت. انا زي ما قلت لكم الاوردر وصل بسرعه، ودي حاجه بجد حلوه. المعامله ذوق فوق ما تتخيلوا. انا اول مره اطلب من بيجي كده والاقي الناس دي محترمه بالطريقه دي، مش اخر مره. بعد كده اي اوردر هيتعمل من كوريا اعرفوا ان انا هطلب من هانا ستور، عشان لما تيجي تسالوني تبقوا عارفين انا طلبت منين. وبيجيب لي علبه كده. انا طبعا فتحته، بس هفتحه تاني قدامكم. انا كده متحمسه وانا بفتحه تاني لانه هو تحفه. انتوا عارفين ازاي انا بحب بي تي اس والكلام ده كله. يا روحي ده كيوت قوي. بصوا يا جماعه، طاطا الماسك بتاع بيتي 21 الشيت ماسك، بجد انا متحمسه له قوي. مكتوب عليه بيتي 21 ميني طاطا. بصوا هنا، مش عارفه انتوا شايفين كويس ولا ايه من الاضاءه. بتهزروا، انا متحمسه للماسك ده اكتر من اي حاجه. متحمسه اجربه معاكم. ده اكيد تاي لما يبقى عايز يقعد يحط في ماسكات كده بيقعد يطلع ده. تعالوا بقى نتكلم عن اكتر حاجه انا كنت متحمسه لها. اكتر حاجه الاول هو سان باي مي ريتينول سيروم. ثانيه واحده بجد، احنا لازم نقف شويه كده عشان نتكلم عن السيروم ده. شايفين؟ يا رب يكون واضح لكم التفاصيل. جماعه اول حاجه، ايه ده؟ تحفه. اول مره احس ان انا جايبه سيروم تحفه كده. شايفين؟ طبعا ده غير الفوائد اللي هنتكلم عنها دلوقتي. خلينا نشوف بس السيروم. الريتينول ده حلو للبشره، بيحارب التجاعيد والشيخوخه والخطوط ونضاره البشره. عامه انا مستخدماه قبل كده، تمام؟ شايفين؟ اكتر حاجه كنت متحمسه لها اول ما تيجي وكده. طبعا كل ده هجربه معاكم، يعني انا كده كده بجربه، بس هجربه معاكم من غير ما اجربه. انا عارفه ان هو حلو، بس طبعا لا، هندي كل حاجه حقها يعني. تاني حاجه كنت متحمسه لها ماي لاش سيرم. البراند اسمها اتيود ماي لاش سيرم. ده للرموش، وانا بحط له الرموش والحواجب. انا فعليا رموشي، شايفين؟ انا هنا حاطه ماسكارا. عايزه اقول لكم في العادي انا رموشي قصيره جدا وخفيفه وبتقع وحالتها حاله، وبعض الاحيان ما بحبش انزل من غير ماسكارا عشان المنظر. قررت ان انا اعالج رموشي. انا استخدمته بالفعل، بس طبعا زي ما انتم شايفين هو لسه جديد. استخدمته منه مرتين 3 وما شاء الله لسه ما بيفضاش، ودي حاجه حلوه. سمعت عنه ريفيوز كتير قوي، الناس بتقول ان هو بيطول الرموش وبيخليها طويله قوي. فانا هستخدمه معاكم على طول، وكل مره هستخدمه فيها وهطلع اوريكم روتيني. انا متحمسه ليه بجد، لاني سمعت عنه ريفيوز كتير جدا. وانتوا عارفين الكوريان برودكتس، عارفين قد ايه المنتجات الكوريه حلوه ومعروفه عالميا ان هي من احلى منتجات، ودايما بنشوف بشره الفنانين. تعالوا بقى نتكلم عن برضو اكتر حاجه برضو متحمسه، وهو الغسول. انا دايما عايزه غسول يكون ناعم بعد ما بغسل وشي، يخلي وشي ناعم مترطب مش ينشفه. انا بشرتي في الشتاء بتبقى جافه، في الصيف بتبقى مختلطه. ما لقيتش احسن من الغسول بتاع مانيو. البراند اسمه مانيو تقريبا يعني. ده موسترايزر جدا، يعني بغسل وشي من الميك اب. انا بشيل بيه الميك اب على فكره، يعني مش بحتاج ان انا انضف الميك اب بالميك اب ريموفر وكده. بغسل بيه وشي، وزي ما انتم شايفين مكتوب الترا موسترايزر. مش عارفه انتم شايفين كويس ولا. ده فوم ماشي، كلينزنج فوم. غسلت بيه وشي بعد ما جيت من بره، نضف لي كل الميك اب ورطب لي
بشرتي جدا، وحسيت ان انا بعدها مش محتاجه احط مرطب، بس طبعا انا ماشيه على روتين علشان اقول لكم في الاخر بشرتي بقت عامله ازاي. هو اوريدي الحمد لله بشرتي استخدمتهم كذا مره، فبشرتي حلوه. انا مستغربه بجد. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه برضو انا كنت متحمسه لها قوي، لان لقيت ريفيوز عليها كتير قوي، وهو الاي كريم ده بتاع ماري ان ماي. الاي كريم بتاع ماري ان ماي ده شفت ناس كتير بتتكلم عنه وبيقولوا قد ايه هو حلو. في جلوتاثيون، واحنا عارفين ان الجلوتاثيون ده اصلا ماده للتفتيح، الناس كتير بتتكلم عنها. في مواد كتير قوي للتفتيح، واحلى حاجه فيه اللي الناس كتير كانت بتتكلم عنها انه اللي انا خلاني طلبته، ان في ناس كتير كانت بتقول ان هو خفيف على البشره. كمان كان في ناس بتقول ان الكوريين بيستخدموه للبشره كلها ككريم ترطيب، مش تحت العين بس، مع ان هو اي كريم. بس انا اكتشفت ليه انا حطيته فعلا بجد يا جماعه خفيف جدا. انا من النوع اللي مش بحب احط حاجه على وشي تبقى ملزقه وافضل قاعده اشيل هم التلزيق. لا، انا حطيته وفضلت ان انا ارطب بيه تحت عينيا. لقيت بجد يا جماعه ان تحت عينيا شربه بسرعه، خفيف جدا على البشره وحلو قوي. فانا هعمل تحدي وهستخدمه لفتره وهطلع واوريكم نتيجه تحت عيني. وكمان بفكر ان انا استخدمه للوش كله زي ما الكوريين بيعملوا، بيفضلوا يحطوا نقط منه وبعدين بيستخدموه لبشرتهم من كتر ما هو حلو. في ماده اسمها ترانكزاميك اسيد، الماده دي للتفتيح والنضاره، وجلوتاثيون. الجلوتاثيون طبعا معروف جدا من غير ما اقول يعني. طبعا الحاجات دي كلها انا شفت ريفيوز كتير عليها وقررت ان انا اجربها، لان ناس كتير جدا انا بجد شايفه ريفيوز كتير عليها. الناس كتير بتقول عنها ان هي حلوه قوي، اللي بيطول الرموش واللي بيشيل التجاعيد والخطوط من البشره، الغسول اللي بيساعد على النضاره، بيشيل الميك اب، بيرطب البشره، في كل المميزات. الغسول فعلا حلو جدا. انا بعمل مساج لوشي الاول بيه قبل ما بغسل وشي، موسترايزر جدا. وطبعا الاي كريم اللي عامل ضجه كبيره بتاع ماري ان ماي، الناس كلها بتتكلم عنه، لازم اوريكم نتيجه. والماسك بتاع تاتل كيوت ده، كل ده هستخدمه معاكم الفتره الجايه. انا اوريدي استخدمتهم بتاع مرتين 3 وانا بجد حاسه ان بشرتي حلوت زي ما انتم شايفين. انا مش حاطه حاجه هنا، البشره زجاجيه يا جماعه وبتلمع ومترطبه وجميله جدا. فاستنوا مني فيديوهات كتيرة عنهم وعن التجربة للمنتجات دي. انا هجرب المنتجات دي كلها معاكم وهتشوفوا معايا النتيجة في كل مرة بعمل فيها فيديو عنهم. المنتجات دي كلها انا جبتها من هانا سكين كير ستور. الستور ده تحفة. انا خلاص ايقنت ان انا كل اوردراتي اللي هتتعمل من كوريا هتبقى من الستور ده. ده الكارت اللي جاي مع الحاجة، هانا ستور. عامة انا هسيب لكم الفيديو تحت في الكابشن، وهسيب لكم برضو في الكومنتات الفيديو كده، وهعمل لكم منشن ليهم، لكم رقم التليفون بتاعهم بتاع الواتساب وكده، والفيسبوك برضو البيج بتاعتهم. هم بجد تحفة، المعاملة ذوق جدا جدا. هيساعدوكم كمان وانتوا بتختاروا الحاجة الاوردر هيوصل لكم بسرعة. الحاجة بجد جاية اوريجينال حلوة. الحاجة اصلا صاحبتها قاعدة في كوريا، الحاجة جاية من كوريا. دي الكارت بتاعهم. الباكج حلوه جدا زي ما انتم شايفين، اللي بتجيلكم كده هانا ستور وبتجيلكم متغلفه في كده. طبعا ده مش اخر تعامل مع هانا ستور، هم بجد ذوق جدا. انا الفتره الجايه هطلب اوردرات كوري كتير، فكل الاوردرات الكوري اللي هتيجي واللي هستخدمها لبشرتي علشان تتحسن من الشمس بتاعت مصر اللي مبهدلانا ومن الجو هنا، فهيبقى من هانا ستور. وانا برشح لكم لو انتوا حابين بقى تشتروا منتجات كوريه اصليه، منتجات حلوه بتسمعوا عنها. في ناس كتير بتعمل ريفيوز لحاجات كوري، بتبقوا عايزين تشتروا الحاجات الكوري دي، فعليكم وعلى بيج هانا ستور الحاجه هتجيلكم على طول، الاوردر هيجيلكم على طول. انا كده قلت لكم على المنتجات اللي انا جبتها، وقلت لكم انا جبتها منين، من هانا ستور. الفتره الجايه هعمل تحدي وهجرب المنتجات دي كلها وهوريكم مع بعض، يعني احنا هنشوف مع بعض. هعمل فيديو مع كل مره منتج بستخدم فيها المنتج، وهنشوف النتيجه مع بعض، اذا كان مايلاش سيروم ولا سيروم الريتينول والتجاعيد والغسول والاي كريم اللي الكوريين بيستخدموه وبيشكروا فيه جدا، وشايفين ان هو بيدي نضاره للوش وترطيب مش بس تحت العين. فاستنوني بقى في الفيديوهات الجايه وانا بستخدم لكم المنتجات دي ونجربها مع بعض. بس كده، انيونج.